سلام، كيفكم؟ شو سلام، أخباركم؟ كيفكم؟ أهلا وسهلا فيكم في قناتي البسيطة، قناتي المتواضعة، حياتي مع الإيجار. قناة بحكي فيها هيك عن حياتي مع آجارات البيوت، وكل مرة بيت وكل مرة منطقة. إن شاء الله يا ربي يعجبكم قناتي ونتسلى، يعني بتتسلوا ونتسلى كلنا مع بعض إن شاء الله يا ربي. أنا هون ماني ببيتي اللي مأجرته، أنا هون ببيت خالتي. خالتي كمان هذا بيت آجار. يعني صراحة بيت على القد، يعني هو يعني مزبط شوي، بس يعني صراحة هيك فيكم تقولوا مانو كامل، يعني الحيطان ودهان الحيطان وهيك شي، بس يعني هي ماشية حالة فيه. كمان خالتي تعبانة يعني كتير، وما يعني ما إلها حدا غيري هون، فأنا بس اللي بساعدها وبنظف له. يعني كل مرة بروح لعندها بعمل لها هيك تعزيلة خفيفة. هون يعني والله البيت ما كان يعني وسخ كتير كتير، بس يعني مواعين وهيك يعني جلي وهيك غسيل وهيك شي. فقمت جيت لعندها مشان ارتب لها البيت وزبط لها هيك في شوية، يعني شوية تنظيفات هيك وترتيبات. حاولت صور قد ما فيني. هون مثل ما عم تشوفوا نظفت كل هالرخام، يعني رخامة سودا كتير حلوة بسموها جالاكسي، كتير يعني حلوة، بس فيها مشكل بسيط انه هيك يعني الغبرة دغري بتتعلم عليها. هاد المشكل اللي دايما يعني بتعاني منه هي. كمان نظفت الثلاجة، هي بس عندها ثلاجة صغيرة كتير، يعني صغيرة. الثلاجات اللي يعني يستعملوه أكتر شي بالغرف يعني، بس هي هون ما عندها قدرة لا تشتري ثلاجة كبيرة، يا دوب اشترت ثلاجة صغيرة ومشان تمشي أمورها فيها. هون كمان الفرن يعني هاد مشان نعمل فيه جاتو وبيتزا وهيك شي، كمان لقيته مغبرة كتير، يعني من فوق الغبرة كتير كانت قوية، كانت كتيرة يعني صراحة. فقمت مسحته نظفته، صار يعني يلمع ما شاء الله عليه، صار كتير نظيف. زبطته. تعرفوا بس مثلا بتكونوا قدام هيك مثلا ورشة بناء وهيك شي، بصير بيتكم كأنه كله تراب وغبرة. هو يعني كان البيت ماشي حاله نظيف وهيك شي، بس بلشت هالورشة البناء عم يعمروا بيوت جنبهم، يعني لناس أراضيهم يعني ملكهم، فكتير غبرة وصراحة يعني غبرة. بس هون أنا صار يعني هي تعبانة كذا يوم، ما قادرة أنا حتى يعني تفيق أو تعمل شي بالبيت. قلت لها خلص تمام، أنا بجيكي بنظف لك البيت وبسوي لك يعني هيك شي تنظيف خفيف، وبعدين أرجع على بيتي. هون ليفتها كل الرخامة، ليفتها، وصراحة ما عندها خرقة هيك للمسح، فلقيت بس هاي غسلتها منيح بجل غسيل، وبعدين مسحت. شوفوا كيف
صارت يعني صراحة بتلمع. وهدول علب النسكافيه بس تخلص علبة ما بترميها صراحة، بتخليها، بتقول هيك بعمل فيها مثلا ملح، بتحط فيها سكر، بتحط فيها مثلا نعناع، مثلا شاي، حلبة مثلا، أي شي عندها مثلا ما بدها تحطه بأكياس فبتحطه بهالعلب وبصير يعني شكله شوي مرتب. قلتلكن انه اصلا بيتها يعني اجار منو ملك يعني، وكل مرة بمنطقة فبتضطر انه تتعب يعني كل مرة ب- بتعزل بيت جديد وبترتب وهيك شي. الشي شوي اللي ممكن في ايجابيات وسلبيات انه مثلا بهالبيت يعني صراحة خالتي ما عندها أغراض كتير، ف يا دوب شوية أغراض بالمطبخ، تلاجة صغيرة كتير ويعني هذا الفرن، وكمان بوتاجاز صغير يعني على قده فبس تحط يعني تطبخ عليه وهيك شي، وكمان يعني فراش مشان تنام وخلاص يعني هذا بيت يعني ما يعني مثلا ما عندها حتى دولاب تحط فيه مثلا تياب وهيك شي، فبتلاقي كل تيابها هيك صراحة بكياس، بس ماشي يعني بتدبر أمورها لحد ما تفرج وهيك شي. إن شاء الله يا ربي تفرج على الجميع. هون شوفوا المطبخ كيف صار مرتب ونظيف يعني وعين الله عليه، صار يعني ما شاء الله. بالجهة هاي الجهة التانية، هاي الجهة يعني جهة اليمين، هديك جهة اليسار نظفتها رتبتها، بعدين بلشت بجهة اليمين يعني جهة الحنفية بلشت ظبطها هيك شوي شوي. أي غرض عندها يعني ما بتحتاجه يعني ما بتعتازه بنوب يعني صراحة بكبه بقول يعني بلا ما تعجق حالها يعني بأشياء ما بتحتاجها. هدول المناديل صراحة بتحطهم بس تحط العلب تبع الزيت، فبتحط عليهم مشان ما بيبقى زيت. صراحة لقيتهم مليانين زيت، كبيتهم وخلاص وشلت هالطباخة. وهون بلشت تنظف. صراحة لقيت كمية دهون كتيرة وكانت ما عندها الليفة هاي اللي بيليفوا بيها المطبخ. قمت يعني واحدة رقيقة صغيرة كتير ما حلوة يعني، بس يلا جربتها يعني ومشي حالي. المهم دبرت حالي أحسن ما ضل يعني صراحة ما لاقي كيف ننظف هيك شي. هون نظفت صراحة صارت تلمع. شوفوا كيف يعني صراحة المطبخ دايما هيك بيصير فيه انه يا دوب تنظفي شوي ويصير كأنك ما نظفتي، خصوصا إذا طبختي طبخة هيك كتير يعني كبيرة وهيك شي، بتصير كل المواعين فوق رفوف فوق في المجلة وهيك شي، بس ترجعي كأنك من أول جديد تنظفي. هاد يعني هاي الكارثة اللي بالمطبخ اللي مستحيل يعني مثلا إذا نظفتي غرفة النوم أو الصالون خلاص بيبان عليها النظافة وهيك شي، بس المطبخ نظفي من هون بس بتطبخي من هون خلاص كأنك ما نظفتي وكأنك ما عملتي شي. بس الحمد لله المهم الإنسان يكون بصحته وعافيته، وإن شاء الله يقدرنا ربي إنه دايما نساعد غيرنا، خالتي عماتي
يعني كل الناس اللي بنحبهم وكل قرايبنا وحتى الناس اللي ما بيقربونا، إذا فينا نساعدهم أكيد رح نساعدهم بالشي اللي بنقدر عليه. هون أنا نظفته صار بي المعلمة، وهيك صار يعني صراحة المطبخ كتير مرتب وحلو. يعني بس هي يعني فايت من النوم ورحت على الحمام وشافت المطبخ فرحت كتير، قالت لي يعني سبحان الله المطبخ صار حلو. صراحة مو أول مرة ننظف المطبخ، يعني مثلا دايما بنظف، بيجي مرة بالأسبوع مرة بالأسبوعين، كل ما يعني تسمح لي الفرصة بيجي لعندها وبنظف لها مشان يضل منظره يعني مرتب ونظيف. قولوا لي يا بنات كيف جاكم، يعني إجاكم المطبخ حلو مرتب ولا مثلا ما عجبكم ترتيبي بسيط صراحة على قد الحال. المهم إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وإن شاء الله تستمتعوا بقناتي، وشوفكم في وداع الرحمن إن شاء الله.